السلام عليكم، عاملين إيه الاخبار؟ اتمنى ان الكل يكون بخير يا رب، وكل واحد نفسه في حاجه يحققها باذن الله. النهارده هتكلم عن موضوع مهم جدا الناس بتحتار فيه اكتر ما بتحتار في اختيار الموتوسيكل نفسه. انت هتيجي تختار الموتوسيكل بتقعد تتقارن بين الحاجات وتشوف انسب واحد ليك وتختاره مره واحده وخلاص خلص الموضوع. اما نوع الزيت للاسف بيقعد وقت معاك وتقعد كل شويه تدور على انسب زيت ليك ايه، وتقعد تسمع بقى من كل واحد كلام، في حين ان للاسف المعلومات اللي بتتداول ما بتبقاش صحيحه. وتبص تلاقي يقول لك الزيت ده نوعه مش مناسب، او نوع الزيت ده وحش. مفيش حاجه اسمها الزيت ده وحش، في زيت مناسب للموتور بتاعك وفي زيت مش مناسب للموتور بتاعك بس مناسب لموتور تاني. فهوضح لكم المواضيع دي كلها، وهكلمكم برضه افهمكم ايه الارقام اللي بتبقى على علبه الزيت، وايه الفرق بين 20 دبليو 50 و10 دبليو 50، والارقام دي كلها هكلمكم فيها، وايه اهميه فور سنتاتيك اللي هي 40 اللي بتبقى على الزيت المخصص للموتوسيكلات. كل التفاصيل ده هتعرفوها في الفيديو ان شاء الله. خليكم معايا وشوفوا الفيديو. للاسف هعيد التصوير تاني بسبب ان الصوت طلع فيه مشكله، الهواء جامد فيه فبوظ الدنيا. طبعا اكتشفت ده بعد ما اتحركت. المهم هعيد لكم الفيديو لان هو مهم جدا ان انا اقول التفاصيل المهمه دي. وده زيت عربيات، فعشان اوريكم الفرق المهم اللي اول فرق بتدور عليه اللي هو هل زيت العربيات ينفع للموتوسيكل ولا لا. زيت العربيات يختلف نهائي عن زيت الموتوسيكل في حاجات مهمه جدا، وهو ان زيت العربيات ده مخصص لموتور العربيه، وفي زيت تاني معمول لفتيس العربيه. اما في الموتوسيكلات الاثنين في موتور واحد، يعني لازم يبقى انا عندي عناصر في الزيت ده تشتغل على تروس الفتيس وتشتغل على الموتور بتاع الموتوسيكل، تمام؟ لانهم الاثنين في واحد، فلازم يبقى الزيت اللي يتحط في الموتور ده يكون مناسب لاول جزئيه مهمه، هو الجزئيه دي. وهي دي بنتعرف عليها ازاي؟ اهم علامه بنقابلها اللي هي هتلاقيها مكتوب على الموتوسيكل زي في الصور اللي بعرضها لكم 4T 4T، تمام؟ 4T ده اول عنصر من عناصر المهمه في جزئيه ان ده يعرفك ان ده زيت موتوسيكلات، محرك المحركات الموتوسيكلات مش العربيات، تمام؟ فدي اول جزئيه. تاني جزئيه بنتكلم فيها بعد كده اللي هي العلامات اللي عندنا دي، الارقام 5 دبليو 40 و20 دبليو 50 و10 دبليو 50 و10 دبليو 40. ايه الارقام دي يا يوسف؟ انا مش فاهم حاجه منها. الموضوع ده يا جماعه بسيط جدا ويتلخص في ان الجزء الاول ده دبليو دي اختصار كلمه وينتر اللي هو البرد او الشتاء، يعني سوري الشتاء. فاحنا بنتكلم عليها على البروده اللي هو الموتوسيكل وهو واقف او العربيه وهي واقفه، بس هنتكلم طبعا عن الموتوسيكل بشكل اهم دلوقتي حاليا. الموتوسيكل وهو واقف بيبقى الموتور بارد، فهنا دي الدرجه لزوجه الزيت في فتره بروده الموتوسيكل. الموتوسيكل وهو بارد بتبقى درجه اللزوجه بتاعته دي 5. طبعا في الموتوسيكل بتاعي هيبقى 20 دبليو 50، فدرجه اللزوجه وهو بارد بتبقى 20، تمام؟ طيب ليه درجه اللزوجه؟ ايه الفرق؟ ليه ما يبقاش الاثنين واحده ثابته؟ يبقى مثلا هو درجه ثابته 50 وخلاص، ما تبقاش 50 40 او قصدي ما تبقاش 20 50 او 5 40. اقول لكم ليه. احنا عندنا دلوقتي في زيت بيبقى اللي هو المعدني اللي الناس بتتكلم عنه، بيبقى احادي الدرجه. بمعنى ايه؟ هتلاقي مثلا في زيت، واحد زميل لينا على اليوتيوب هنا بعت لي الزيت ده انا بستخدمه، طبعا انا قلت له لا ما تستخدموش، بيبقى SAE-50، يعني SAE شرطه 50 زي ما هعرض لكم ده بالظبط. ده احادي الدرجه. يعني ايه احادي الدرجه؟ يعني هو 50 او 40 حسب بقى الدرجه اللي انت جايبها. موتوسيكل بارد، موتوسيكل سخن وصل لدرجه ال100 بتاعته، الدرجه المئويه دي ايا كانت الدرجه اللي هو عليها، هو بيبقى 50 لزوجته 50. طيب ده بيستخدم، ده وحش ده عيب؟ لا ده مش عيب يا جماعه، ده ما هوش عيب في الزيت، مش عيب ان انا جايب زيت معدني. ده بيبقى يستخدم كويس، بيبقى افضل للمواتير القديمه. واحد معاه موتوسيكل عامل عربيه او حاجه عامله 200,000 كيلو وكده، فبيستخدم لها درجه لزوجه عاليه علشان اصلا في فراغات، فبيحتاج زيت لزوجته اعلى عشان ما يعديش ويهرب لتحت فيتبخر تحت السلندر وكده. طيب ففكره الدرجات ده مش عيب، انت كده مش بتستخدم حاجه عيب، انت لازم تبقى عارف النوع اللي يناسب ليك. ما يبقاش انا مثلا دلوقتي محتاج نوع درجه زيت مثلا 20 50 زي الموتوسيكل بتاعي واروح اجيب له مثلا 10 40. لا، احنا دلوقتي اول حاجه بنروح نشوف الكتالوج بتاعي بيقول ايه، محتاج زيت درجته لزوجته ايه، وبناء عليه انا اجيب الزيت المناسب ليه، تمام؟ طيب هنتكلم بعد كده عن الماركات، بس خلينا الاول في الجزئيه دي، تمام؟ طيب ايه الفرق بقى بين احادي الدرجه وبين المالتيبل او اللي هو متعدد الدرجات، اللي هو زي اللي معايا ده مثلا، او زي اللي هو تلاقيه دايما بيجيب لك درجات من كذا لكذا، 5 دبليو 40 20 دبليو 50 من 20 ل 50، تمام؟ ايه الفرق بين ده؟
ده بيبقى فيه بقى منه انواع، اللي هو تخليقي ونص تخليقي، او مش اسموش نص تخليقي، هو بيبقى اسمه سيمي سانتاتيك او فولي سانتاتيك. السيمي سانتاتيك ده اللي هو الجزئي، فيه جزء معدني على جزء تخليقي، تمام. ليه؟ بيبقى على فكره هو مناسب برضه لمعدن المواتير. ما ينفعش اروح اشتري فولي سانتاتيك لموتور بيحتاج سيمي سانتاتيك. فما حدش يقول لا ده الفولي سانتاتيك احسن حاجه، هو حلو للحاجه المعينه، ويبقى احسن في حته ان هو الفولي سانتاتيك ده بيقعد عمر اطول، بيستخدموه هتلاقي في المواتير في ال 10000 زي ده فولي سانتاتيك. لو ركزت فولي هتلاقيها فولي سانتاتيك. ليه؟ انا دلوقتي بغير كل 10000 كيلو، فده يبقى حلو لده 10000 15000. هتلاقيها في انواع الزيوت العاليه. ليه؟ بيبقى فيه عناصر ومواد كيماويه وحاجات عاملينها علشان يبقى ما يبقاش بيتبخر اسرع، ما يبقاش بيقل لزوجته مع الوقت، يقعد فتره اطول معاك. وغير ان هو بقى بيبقى متغير يعني. والموتوسيكل بارد او العربيه وهي بارده بيبقى 5W 40، بيبقى هو عن درجه الحراره 5 ده يعني خفيف، فيوصل لاجزاء الموتور بسرعه. الموتوسيكل هو العربيه وهي بارده بتحتاج الزيت يوصل بسرعه لكل اجزاء الموتور علشان يبقى يديني احسن اداء. طيب الموتور مع الوقت بيسخن فيبدا يوصل درجه اللزوجه ل 40 اللي هو بيبدا يتقل، مع العوامل اللي بتحصل دي بتخليه يتقل، فيبدا هنا يديني درجه لزوجه كويسه تحافظ على الموتور بتاعي. فهمنا الوضع ماشي ازاي؟ فانا دلوقتي الموتوسيكل بتاعي 20W50 وهو بارد بيبقى على 20، بدور الموتوسيكل شويه يسخن، بتبدا ال 20 ده اللزوجه بتاعته تبقى اخف شويه من انه يبقى 50، فيقعد يتحرك اسرع في الموتور عندي ويوصل لكل الاجزاء. بعد كده الموتوسيكل ياخد درجه حرارته المناسبه، فيبدا يبقى العوامل الكيماويه اللي فيه بتخليه لزوجته تتقل، فيبدا يبقى شغال معايا كويس جدا. تمام؟ فهمنا الفرق بين الاحادي اللي هو الاس اي اي ده وبين المتعدد الدرجات اللي هو متغير، بتبقى درجاته متغيره. طيب وفهمنا برضو ان الفور تي ده اللي هو النسخه اللي بتبقى معموله للموتوسيكلات، لان ده مش فور تي، مش هتلاقي هنا في اي حاجه تدل على انه للموتوسيكلات. فالفور تي ده اول علامه تدل ان احنا عندنا موتور في تروس الفتيس وفي اجزاء الموتور الداخليه، فمحتاج زيت معين، فما ينفعش واحد يروح يشتري لي زيت بتاع عربيات وانا بستخدمه للموتوسيكلات. هنخش بقى في حته الماركات. طيب انت دلوقتي هتقول لي انا بحب شيل اكتر، انا بحب موبيل اكتر، انا بحب كاسترول، انا بحب ريبسول، انا بحب وولف، انا بحب موتل، وماركات كتير جدا في السوق. هتقول لي ايه احسن ماركه؟ اول حاجه هات الدرجات المناسبه ليك الاول، اللي هو مثلا الموتوسيكل بتاعي بيقول 20W50 يبقى جيب 20W50 40. جبت الماركات قدامي كلها من نفس الدرجه. ايه بقى انسب واحد ليا يا يوسف؟ طبعا لما تجيب نوع غالي هيبقى احسن، هيديك مسافه اطول. لو جبت نوع اقل شويه في السعر، مش فولي سانتاتيك، سيمي سانتاتيك، بتبقى هنا عمليه ان انا محتاج اغيره بدري شويه. فانا هنا مش هقول لك انهي الاحسن ليك، انا هقول لك حاجه واحده بس: هات اللي على قد ايدك، هات اللي يناسب ليك، هات اللي يناسب لطبيعه شغلك وطريقه شغلك. يعني انا مثلا واحد بشتغل كتير جدا وبتحرك كتير وبعمل، فطبيعي ان انا اجيب نوع كواليتي اعلى شويه عشان انا بهلك كتير، فعايز احافظ اطول فتره ممكنه. انا استخداماتي خفيفه وبسيطه، ومشاوير البيت ومشاوير الشخصيه والشغل والحاجات دي، المشوار بتاع الشغل لكن مش بشتغل بيه، فبجيب نوع على قد امكانياتي وخلاص، وابقى ماشي بيه وكويس وانزله بدري شويه. انا مثلا جبت الزيت بتاعي لقيته بينزل على طبيعه استهلاكي انا، لان طبيعه استهلاكي انا تختلف عن طبيعه استهلاكك. انا مثلا بمشي 1000 كيلو في الشهر وانت بتمشي 1000 كيلو في الشهر، بس انت بتجيب 1000 كيلو في الشهر دول بتجيبهم في اسبوعين مثلا، انا بجيبهم في الشهر كله، فتختلف طريقه سواقتي عن طريقه سواقتك، وحتى ارسي على الموتور والحاجات دي كلها بتختلف. فمش هينفع، مفيش حد هيجي يقول لك ده افضل زيت ليك. طبعا لو هتجيب الفولي سانتاتيك اللي هو الغالي اللي بتشتري مثلا زي موتل او وولف او غيره، بتشتري ده عشان يديك كيلوات اطول وعلى حرقك يستحمل اكتر. فعشان كده الواحد بيروح يقول ايه، انا نجيب الايه، الفولي سانتاتيك. طيب انا شايف مثلا ان انا هشتري حاجه مثلا برينج 50 جنيه 60 جنيه 70 جنيه، ما عنديش مشكله، واغيرها بدري شويه، بس المهم هو يكون مناسب ليا. طب انا هعرف مناسب ليا ازاي؟ انا دلوقتي استخدمت الموتوسيكل بتاعي لمده الفتره الكيلوات معينه، مثلا عامل الميزان الاولاني بتاعي 1000 كيلو، انا بتكلم طبعا بعد التليين، تمام؟ انا عشان انا وصلت ل 300 كيلو فهغير زيت دلوقتي تاني، فبغيره بدري، ده حاجه ثانيه مالهاش دعوه بالاستخدام بعد التليين. انا دلوقتي مثلا جربت الموتوسيكل بتاعي 1000 كيلو، ببص على الزيت بتاعي لقيت درجته غمقت زياده عن اللزوم، ولزوجته قلت، ولقيت قل النسبه بتاعته. طيب فانا هنا لقيت مثلا ايه، ان انا لقيت مثلا عامل اول ميزان ليا على 1000 كيلو،
لقيت لما جيت نزلت الزيت على 1000 كيلو لقيته بينزل غامق شويه او ناقص شويه، فهنزله على 700 اشوفه كويس احسن ولا لا. طيب انا جبته على 1000 كيلو لقيته كويس جدا معايا، خلاص يبقى غير على 1000 كيلو، ممكن ازود شويه اخليه 1200 اشوفه. فانت في الاول بتجرب وتتابع، تجرب وتتابع تشوف نوع الزيت اللي انت اخترته ده مناسب وماشي معاك قد ايه، وبناء عليه تغيره. لكن ده مش عيب في الزيت، انت مختار زيت بسعر معين هيديك اداء معين، انت تختبر الاداء بتاعه تشوفه بعد 700 كيلو كويس لسه، لا كمل بيه شويه كمان، لقيته لا عايز يتغير او قل لا غيره. تمام. في ناس بتزود وحاجات كده بتزود على الزيت، بس انا ما انصحش بده، المواتير بتاعتنا يعني اقتصاديه فهيبقى فيها الريش اعلى شويه من المواتير العاليه، فيفضل تغيره احسن حفاظا على الموتور بتاعك. فانا دلوقتي عندي الموتور الزيت، مفيش حاجه اسمها الزيت الاحسن ايه، الماركه الاحسن ايه، مفيش حاجه اسمها كده، هو على قد فلوسك بتستخدمه للغرض بتاعه. لكن ما تقولش مثلا انا جبت زيت ب 70 جنيه واحسن من الزيت ابو 160 جنيه، وما تجيبش زيت ابو 160 جنيه تقول ده احسن من الزيت ابو 70 جنيه. ده ليه استخدام على قدر معين وهتنزله، وده استخدام على قدر معين وهتنزله. تمام. فانت لو حسبتها مثلا انا هجيب علبتين زيت ب 70 جنيه اغيرها على مرتين، كل واحده مثلا فيهم 1000، او هشتري واحد ب 160 جنيه اغيره على 2000. فلا انا بالنسبه لي في المواتير الصغيره دي انا اغير مرتين احسن، بدل ما اجيب واحد يقعد معايا فتره اطول. تمام. طيب عشان طبعا احنا عارفين في المواتير دي ما فيهاش فلتر زيت زي المواتير الياباني والحاجات الكبيره، ما بقاش فيها فلتر زيت كده الكبير اللي زي بتاع العربيات اللي بيتغير مع كل غيار زيت وحاجات كده. طيب انا دلوقتي عرفت الزيت المناسب ليا وعرفت الفرق وليه بختار ده وليه بختار ده، ويا يوسف رشح لي زيت، او انت بتستخدم ايه يا يوسف الزيت اللي بتستخدمه وانصحني بيه. انا لما جيت اجيب الموتوسيكل تي في اس اللي معايا لقيت الشركه موفره لي نوع زيت بنفس اسم الشركه وعامله لي الموتور بتاعها، فطبيعي لوجيكلي انا ايه اللي هيخليني اقعد احير نفسي واختار وادور على ماركات ثانيه؟ طب ما انا اختار الزيت المناسب للموتور بتاعي اللي الشركه عاملاه وخلاص. ناس تقعد تقول لك لا يا يوسف ده وحش، ده معدني، ده ما فيهوش علنيه، ما فيهوش مش عارف كذا. لا يا جماعه الزيت كويس وعملي على قد قدرته وعلى قد سعره. تمام. ممكن تقول اه في شركات ثانيه احسن، في شركات بتنزل فولي سانتاتيك وده مش فولي سانتاتيك. ايوه ايه المشكله؟ ما انا بختار المناسب ليا، مش بختار بالسعر وخلاص وبالاسم، ما هياش كوره. جيت انا مثلا جربت نوع تاني، لقيت النوع التاني بيقعد معايا ال1000 ومن غير ما يبخر، عكس مثلا اللي انا كنت بستخدمه، يبقى خلاص يبقى انا هستخدم النوع التاني اللي انا استخدمته ما دام مناسب لطبيعه عملي وطبيعه حركتي. تمام. لكن انا بالنسبه لي طبعا لسه ما اختبرتش الزيت، وبالنسبه لي اعتقد بنسبه كبيره جدا 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 هيبقى تي في اس هو الزيت اللي انا بشتغل بيه على طول. لو انتشر في السوق، لو ما انتشرش للاسف هدور على نوع زيت منتشر امشي بيه، لان انا ما ينفعش اروح مكان معين ادور لسه على الزيت مش لاقيه، فانا بدور على نوع معين يكون انا في اي حته هلاقيه. لقيت تي في اس منتشر في كل حته ومتوفر لي دايما، خلاص مش هيبقى عندي مشكله مع الزيت ده، وده يبقى الزيت بتاعي. لو بينزل كل 700 كيلو هنزله، لو بينزل كل 1000 كيلو هنزله، لو لقيته يقدر يستحمل فوق ال1000 كيلو هستخدمه برده. انا مش جاي اوفر، انا جاي اشوف الحاجه المناسبه تستحمل معايا لامتى. لقيتها تستحمل معايا 1000 كيلو خلاص هنزله عشان احافظ على الموتور بتاعي. لقيتها ما يستحملش ال 1000 كيلو، لا عايز ننزل على 700 هنزله على 700. في ناس تقول لك زود شويه زيت لما بيقل شويه، انا عايز انا برضو في نفس الوقت انا مش هقعد اشتري حاجات وكده وخلاص واقعد اقرط وازود، لا انا عايز برضو حاجه الوسطيه حلوه، لا هبقى شح قوي في المعامله معاه واهينه، ولا هبقى مرفهه قوي وبجيب له انواع زيوت بتتحط في مواتير ياباني ما بتتحطش في مواتير زي اللي معايا دي. تمام. فهنا انا عندي نوع الزيت بختاره عن الكتالوج موصي بكام وبجيبه، والماركه بحسب فلوس اللي معايا، وببدا اشوف ده مناسب لاستخدامي ولا لا. فانا جبت مثلا شيل لقيت له زوجته حلوه، قعد معايا استخدام اطول، بيستحمل طبيعه شغلي، خلاص انا اجيبه. واحد تاني جابه لا في نفس الموتوسيكل برضه، على فكره هتلاقيه في نفس الموتوسيكل، لا بيخلي الصوت الموتور عالي، مش خشن مش ناعم والكلام ده، فلا ده انا هغير له ماركه ثانيه مثلا موبيل او ايا كان النوع اللي هشتريه احسن بالنسبه لي. فانت ما تربطش نفسك بنوع زيت معين، ما تربطش نفسك بماركه معينه، اربط نفسك اهم حاجه بالارقام المناسبه للزيت بتاعك لدرجه اللزوجه المناسبه ليك، وانه يكون نوع 40 اللي هو مخصص للموتوسيكلات. وبالنسبه بقى لطريقه الاستخدام انت بتقعد تختبره مره، لقيت الزيت ده مريحك خلاص استخدمه. لكن ما تقولش مثلا انا خلاص ما دام الزيت ده مريحني يبقى هيريح كل الناس. مش كل الناس بتسوق بنفس طريقتك، انا مثلا بقرص على الموتور انت ما بتقرصش، او انت العكس، محدش هيسوق بنفس طريقتك ومحدش هيستخدم نفس طبيعه الاستخدام بتاعك.
انا مثلا بحرق 2000 كيلو في الشهر، انت بتحرق 3000، مختلف عني. انا بحرق 2000 كيلو بس بقرص على الموتوسيكل واطلع عينه، انت بتحرق ال 3000 دول بس بالراحه ومرتاح، فطبيعي هيفرق معاك. فهنا ده انت هنا ما تجيش على الزيت وتقول الزيت وحش، تمام؟ فاتمنى ان الفيديو يكون مفيد وفاد الناس. ولو عندك اي اسئله، لان في حاجات كتير جدا ممكن تسقط مني، لو عندك اي اسئله اكتبها لي وهرد عليك ان شاء الله على طول في اسرع وقت في الكومنت، او هكلمك في الفيديو الجاي في اللي بعده يعني باذن الله. واتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، واشوفكم طبعا في الفيديوهات الجايه باذن الله على خير. مع السلامه.